الكرتونة جامدة قوي. كانت بتاعت سماعة عندي، بس بصراحة جميلة عيناها، قلت هعمل بيها فكرة حلوة. هنعمل مع بعض النهاردة علبة الحلاوة وعروسة المولد في نفس الوقت. ازاي؟ تعالوا دلوقتي هنبدأ برضو مع بعض. هنشيل بقى الزوايد اللي في الغطا بتاعت العلبة بتاعتنا، وهنعمل بقى مع بعض حاجة كده يعني واو بصراحة. احنا بس عايزين الغطا كده والعلبة بتاعتها وبس. طيب احنا هنعمل ايه في العلبة نفسها؟ انا عندي هنا حتة ستان استعملناها مع بعض قبل كده برضو في العروسة اللي فاتت استعملنا منها. هنعمل ايه؟ هنغلف العلبة بتاعتنا من جوه ومن بره، وهنستعمل مع بعض مسدس الشمع. هنلزق القماش الستان معانا في قلب العلبة بتاعتنا. هنلف بقى العلبة بتاعتنا كلها. بصي انا قصيت حتة قماش على قد الحتة دي كده، بس بالظبط، بس زيادة ايه زي نص سنتي من هنا ومن هنا كده، بحيث ان التقفيل بتاعي يبقى ايه مظبوط ومفهوش اي ايه مشاكل. لو حسيتي ان الكرتونة من الجنب كده انت حاسة ان هي عايزة تتلزق، عايزة تتثبت كده، ممكن تتكي عليها، تحط لها شوية شمع وتتكي عليها تلزقيها برضو، هيبقى جميلة جدا. بصي التغليف بتاعتها سهلة جدا، وعملنا مع بعض قبل كده برضو تغليف علب قبل كده بالقماش او بالستان او كده. بس برضو حابة ان انا اوريكم. بصي سهلة قوي قوي. اهو برضو الكرتونة من هنا كنت حاسة انها عايزة تتلزق كده تبقى اقوى يعني، فلزقتها، ولزقت كمان الحتة دي. واجيب بقى، بصي بقى الجزء اللي في الجنب النص سنتي اللي انا قلتلك عليه، علشان خاطر اتنيه كده قبل ما اعمل الشغل الاولاني، علشان الشغل معايا يبقى متقفل مظبوط. ما يبقاش فيه اي حاجة. زي ما عملنا من بره كده، اجيب بقى حتة القماش دي واغلفها كمان من جوه كده. بقى انا غلفتها بقى عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، غلفتها من جوه ومن بره. عندنا طبعا كلنا عندنا علب زي دي كده، انا بس شلت الجزء اللي هو اللي تحت دوت، وعايزة بس العلبة دي كده زي ما انتم شايفين. هعمل ايه؟ هعمل لها فتحة من النص طبعا بعد ما شلت الجزء الاطار العريض اللي بيبقى تحت. وحبيت برضو ان انا اوريهولكوا اهوت علشان خاطر تبقوا ايه شايفين كل حاجة بعينيكم. كده انا عملت الدوران بتاعي اللي في النص كده على قد العروسة. طبعا شلت رجليها، انا مش محتاجاها، انا عايزة الجسم بتاع العروسة بس. وجبت بقى حتة قماشة ساتين كمان على قد العلبة بتاعتي علشان اغلفها، علشان يبقى الفينش بتاعي في الاخر انا عاملة شغل مظبوط، مش عاملة شغل اي كلام، عاملة حاجة كده مظبوطة متكلفة يعني مش متكلفة يعني، مش شارية لها حاجات من بره، لا، بس اللي يشوفها يقول عليها حاجة كده فخمة. يعني ما تعمليش حاجة مجرد انك عملتي وخلاص، لا، اظبطي الشغل كويس تقومي تطلعيه تمام. بصي اهو حتى هنا الحتة ما كملتش معايا، كملتها بحتة قماشة تانية، بس هي كده كده مش هيبان معايا الستان ده اصلا، بس عشان شغلي يبقى مظبوط كويس قوي حبيت ان انا اغلفها وكده. قصقصت بقى الحتة اللي فوق دي علشان الدوران اللي فوق صغير، وعلشان خاطر اعرف احطها تحت كده، واعرف ان ايه تبقى الشغل معايا مظبوط. كده بقى انا غلفتها هم من فوق، وتنيك كمان الستان من جوه كده، ولزقته كمان بالشمع. وهبتدي بقى ايه الزق العروسة قبل ما الزقها في الكرتونة بتاعتنا. يعني قبل ما الزقها على الكرتونة بتاعتنا واعملها بقى كده، لا، انا هلزق العروسة الاول. وجبت معايا اهو الدانتيل بتاعي. طيب الدانتيل دوت جايبينه منين؟ جايبينه من عند الخردواتي او بتاع الزراير والكلف والعراوي. المتر على حسب المكان اللي انت بتشتري منه من 3 ل 4 جنيه كده تقريبا.
جبت منه كده كام متر، وابتديت ان انا الزق زي ما انتوا شايفين كده، نعمل الكورنيش بتاع الفستان، وليه كسر كده زي ما انتوا شايفين كده. كل ما همشي بتاع 4 سنتي كده اتني تانية واعمل لها كسرة صغنونة كده حلوة، وهعمل كذا دور. يعني انا هنا عملت دور، وادي الدور التاني كمان، وهيبقى فيه دور تالت كمان. كده بقى انا خلصت اهو الجزء التاني، اخر حتة فيه اهوت. وهبتدي بقى ايه، اعمل الجزء التالت. الجزء التالت بقى اجيبه منين؟ اجيبه من على العلبة من فوق. ليه؟ علشان يدي معايا الكورنيشة بتاع الفستان تمام، عشان واحنا بنكمل الفستان يبقى مظبوط معانا. بصوا اهو معايا اهوت. هبتدي بقى اني الزق العلبة ديت واكمل شغلي، والعلبة والعروسة بقى بتاعتنا بقى، مش العلبة، ملزوقة على العلبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى كمان شريط الدانتيل بتاعي دوت وهلزقه على العلبة كمان. كنت بفكر اني اعمله كسر، بس بصراحة لقيته لأ، وهو محطوط ومفروض كده شكله جميل جدا واحلى كمان. بسيطة خالص، اهم حاجة تتكي على الشغل عشان خاطر الستان الشمع ينشف حلو جدا في قلب العلبة بتاعتنا. هعمله بقى كده زي ما انتوا شايفين كده داير ما يدور، وما تقلقيش لو يعني لو مش حتة واحدة عادي، الزقيها والزقي عليها الحتة التانية وكملي شغلك عادي. مش هيبان ان في فرق ولا هيبان ان في اي حاجة، هتشوفوها بصراحة في الاخر شكلها جميل جدا، عجبتني قوي قوي في الاخر. قفلت بقى كده الدانتيل اللي على العلبة معانا. وهعمل ايه تاني بقى؟ انا عندي هنا الاسترس دوت. طبعا الفكرة ان الاسترس دوت هنعمل منه بقى الايه، بقية الفستان بتاع العروسة ونزوق بيها العلبة. طب لو انا ما عنديش استرس ممكن اعمله بالستان، ما عنديش ممكن اعمله بشريط ستان عادي، ممكن اعمل بالستان اللي احنا عملنا منه العلبة بس بصراحة انا حبيت الشغل دوت يبقى بالاسترس كده، يبقى شكله اشيك واحلى. خدت مقاس كده العروسة، الدوران بتاعها والطول زي ما انتوا شايفين كده. انا عامله كل حاجه قدامكم علشان الخطوات كلها تبقوا انتوا شايفينها وتعرفوا انه هي سهله جدا. كده انا عملت الفستان بتاعها من فوق زي ما انتوا شايفين اهو. وهجيب كمان عايزه من الشريط بتاعي دوت 3 صفوف بس، فانا هقص معاكم 3 صفوف علشان خاطر اعمل ايه، هعمل على العلبه من فوق كده، همشي عليها داير ما يدور بالسترس بتاعي، هيديلها منظر جميل قوي ويديلها شياكة كده في الاخر. كده انا عملت الجنبين وهعمل الجنبين التانيين كمان. الفستان بتاع العروسة من فوق لسه ما كملش، انا هكمله معاكم، بس اللي كانت عيني بتيجي عليه بصراحة كنت بعمله يعني. بس طلع معايا في الاخر حاجة كده فخمة. كده خلصنا العلبة اهي من فوق، وهجيب برضو ال3 صفوف دولت، هجيب منها حتة كده على قد الدوران بتاع العروسة من الحتة دي كده، وهلزقها بالراحة واحدة واحدة. احط شمع والزق، احط شمع والزق عشان تديني الدوران اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى خلصت الحتة دي، جيت بقى العلبة من تحت كده، حسيت ان هي لا، انا لو حطيت لها الشريطة دي كده هتديلها منظر جميل. زي ما قلتلك لو ما عندكيش اللون دوت ممكن تعملي باي لون تاني. كمان لو ما عندكيش الاسترس ده، مع انه رخيص جميل جدا، يعني انا كنت بجيبه من المكان اللي انا فيه ب15 جنيه، جبته من مصر ب10 جنيه. يعني كنت في مصر كنت في مصر يعني، وكنت بجيب فلقيته بيقول لي ب10 جنيه، جميل جدا.
المتر. عشان كده باقول لِك على حسب المكان اللي أنتِ فيه هتلاقي السعر، يعني من 10 ل15 جنيه على حسب المكان اللي أنتِ فيه. كده جبت برضه حتة 3 صفوف كده، حتة صغيرة من هنا وحتة صغيرة من هنا، كمّلت بيها معايا الحمّالة بقى بتاعة العروسة بتاعتنا. وجبت كمان خرزة جميلة كده من الاسترس بتاعنا برضه، ومش شرط ديّة، لو عندِك لولي، لو عندِك أي حاجة هنلزقها عليها برضه هتبقى جميلة. حطيت هنا حتة دانتيل كده، قُلت بس تدّي mix معايا مع ال آمم الفستان بتاعي والعلبة. هو ده مش حجاب، علشان بس ما حدّش يقول لي هي كده العروسة محجبة، لأ هي مش محجبة، هو كإنه إشارب عليها كده بس عشان يدّي لها منظر مش أكتر، وشعرها باين من ورا وكل حاجة. وجبت حتة استرس برضه عملتها على راسها من فوق. وهاجيب حتّة كمان أحطها على الإيد زي الإسورة كده، وهاجيب لولي أوزّعه عليها كده على الفستان عشان يدّي منظر أحلى وأشيك كمان للفستان. عملت العروسة أول مرّة السنة اللي فاتت محجبة، كانت لابسة حجاب وبكُم وكده، وكانت شكلها جميل جدًا، وأنا مبسوطة إنها عجبتكم. العروسة اللي فاتت برضه والعروسة دي مختلفة شوية، ما كنتش هينفع أعملها محجبة. أنا قُلت أعمل كل الأذواق وكل الأشكال، بحيث إن أرضي كل الأذواق، يعني في ناس ما بتحبش كده وفي ناس بتحب كده. فاللي محجبة عملتها واللي مش محجبة عملتها. كده بقى خلّصت معاكم بقى تزويق وتزيين العروسة الجميلة بتاعتنا بالعلبة بتاعتها. جِبت برضه حتت استرس صغنونة كده 3 في 3 كده، ولزقتها عليها ولزقتها من فوق كده. بُصّي بقى منظر العلبة ما لهاش دعوة بأولها خالص، شكلها جميل جدًا، جدًا، وعملنا فكرتين في فكرة واحدة. هي كده فاضية، أورّيها لِك بقى دلوقتي بعد أمّا أحُط فيها حلاوة المولد، وتعرفي إزاي إن هي جميلة وكبيرة. كده بقى هاورّيها لِك أهوّة، أنا حطيت فيها حلاوة المولد، على فكرة دي تاخد كيلو ونُص، 2 كيلو حلاوة. يعني هدية جميلة جدًا لو أنتِ عايزة تهادي بيها حد، هتشتري الحلاوة وهتحطيها في قلب العلبة وتغلفيها وتبعتيها هدية لأي حد أنتِ بتحبيه، أو أنتِ تحطيها عندِك في البيت تقدّمي بيها لأي حد جاي لِك مثلًا وعايزة تقدّمي له حلاوة المولد، فأنتِ العلبة بتاعتِك مميزة وجميلة وعليها عروسة كده، يبقى عروسة وعلبة في نفس الوقت، حاجة كده ما تتوصفش بجد، شكلها جميل جدًا وعجبتني أوي، أوي، أوي بعد ما خلّصتها. يا رب، يا رب بجد تعجبكم الفكرة، فكرة العلبة بتاعة حلاوة المولد والعروسة في نفس الوقت، وتكون عجبكم الألوان وذوقي. يا رب بقى لو عجبِك الفيديو تعملي لي بقى share وتعملي لي like للفيديو، وما تنسيش تشتركي معايا في قلب القناة، وتقولي لي رأيِك كده في comment جميل علشان خاطر أعرف إذا كانت الفيديوهات بتاعتي عجبتِك والّا لأ، وإذا كانت عروسة المولد بتاعتي ديّة عجبتِك والّا لأ. وهانزّل لكم برضه اللينك بتاع الفيديوهين التانيين، العروستين التانيين في صندوق الوصف عشان تشوفوهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.